القصيدة هي جزء من رسالة طويلة كنت كتبتها، وكتبتها وضمنتها في روايتي إلى ضمة من عطريكي. هذه الرواية هذه اللي كنعتبرها رواية كتبات باش تلخص اللحظة التاريخية اللي كيمر بها المغرب ديالنا في صراعه مع الظلام ومع الهمجية، وفي صراعه من أجل إثبات الوجود، وفي صراعه من أجل إعلاء كلمة الحق، وفي صراعه من أجل ضمان الحقوق والحريات للشعب المغربي. وباعتباري شاعرة كتبتها بأسلوبي الخاص، وكتبتها ربما بأسلوب متميز اللي كيشبهني واللي كينطق من القلب ومن العاطفة، وكيستعمل واحد القاموس معين. للأسف هذا القاموس الناس ما فهموش. هي الرواية مهدية لأحمد عاصيد، ويمكن لكم تشوفوها في تاخذوا نسخة مثلا ولا نعطوها لكم تشوفوا في النسخة بأن في هذه الرواية هذه أن الإهداء كان الأستاذ أحمد عاصيد، كنعتقد اللي كيستحق أننا نهديو له أكثر من رواية. والرسالة المفتوحة اللي كتبت اللي نشرت السي أحمد عاصيد هي جزء من هذه الرواية هذه. وكنعتقد أن الرسالة كتكشف على ابعاد اخرى في علاقتي بيني وبينه، ماشي البعد الجنسي ولا العاطفي، وانما السي احمد عاصيد بالنسبه لي في هذه الرساله هذه وفي كل الرسائل وفي كل اشعاري وكتاباتي كلها كيحضر باعتباره اسطوره حيه من اساطير المغرب الجديد اللي كتدافع بشكل خرافي الا بغينا نقولوا، ولا شكل يعني ما كيتحقق الا في الاحلام على حقوق الشعب الامازيغي وعلى كرامته وحريته. وكنعتقد بان الصحفيين اللي هما يلا مبتدئين ما فهموش لغتي، ما فهموش رسالتي. اش نقول لك، السي رشيد نيني بحاله بحال شي صحفيين اخرين اللي متحاملين ضد القضيه الامازيغيه كينتهزوا دائما الفرصه باش يضربوا القضيه الامازيغيه والمناضلين الامازيغ. ولكن كنعتقد انهم كون كانوا اذكياء ويقراوا الرساله ديالي مفتوحه للسي احمد عاصيد بذكاء او بواحد الاليات او الادوات ديال النقد الادبي، كنعتقد انهم غادي يجبروا خطاب اخر اللي هو ماشي معادي للسي احمد عاصيد، وانما اللي كيرتي غياب احمد عاصيد من حياتي الشخصيه. لانه باش نقول لك اختلفنا شي شويه انا وياه، ولكن الاختلاف لا يفسد للحب قضيه. المغرب الجديد اللي كتدافع بشكل خرافي الا بغينا نقولوا، ولا شكل يعني ما كيتحقق الا في الاحلام على حقوق الشعب الامازيغي وعلى كرامته وحريته. وكنعتقد بان الصحفيين اللي هما يلا مبتدئين ما فهموش لغتي، ما فهموش رسالتي. اش نقول لك، السي رشيد نيني بحاله بحال شي صحفيين اخرين اللي متحاملين ضد القضيه الامازيغيه. القصيدة هي جزء من رسالة طويلة كنت كتبتها، وكتبتها وضمنتها في روايتي إلى ضمة من عطريكي. هذه الرواية هذه اللي كنعتبرها رواية كتبات باش تلخص اللحظة التاريخية اللي كيمر بها المغرب ديالنا، تعمل واحد القاموس معين. للأسف هذا القاموس الناس ما فهموش. هي الرواية مهدية لأحمد عاصيد، ويمكن لكم تشوفوها في تاخذوا نسخة مثلا ولا نعطوها لكم تشوفوا في النسخة بأن في هذه الرواية هذه أن الإهداء كان الأستاذ أحمد عاصيد، كنعتقد اللي كيستحق أننا نهديو له أكثر من رواية. والرسالة المفتوحة في صراعه مع الظلام ومع الهمجية، وفي صراعه من أجل إثبات الوجود، وفي صراعه من أجل إعلاء كلمة الحق، وفي صراعه من أجل ضمان الحقوق والحريات للشعب المغربي. وباعتباري شاعرة كتبتها بأسلوبي الخاص، وكتبتها ربما بأسلوب متميز اللي كيشبهني واللي كينطق من القلب ومن العاطفة، وكيستحل اللي كتبت اللي نشرت السي أحمد عاصيد هي جزء من هذه الرواية هذه. وكنعتقد أن الرسالة كتكشف على ابعاد اخرى في علاقتي بيني وبينه، ماشي البعد الجنسي ولا العاطفي، وانما السي احمد عاصيد بالنسبه لي في هذه الرساله هذه وفي كل الرسائل وفي كل اشعاري وكتاباتي كلها كيحضر باعتباره اسطوره حيه من اساطير